أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست يقيني. حلقة النهاردة بعنوان على الهوا ماشي. معاكم أخوكم محمود شاهين اللي لسه بيحاول يفهم الدنيا. يمكن نتعلم حاجة ويمكن نفتح مواضيع نفكر فيها، بس الأكيد إننا مش هنعدي من غير ما نرج دماغنا شوية. النهاردة هنتكلم عن نوع غريب من البشر. بني آدمين ما عندهمش مشاكل، لأ، بني آدمين هم نفسهم المشاكل. في كده شوية بني آدمين تلاقيهم عايشين وسطنا، لا هم مبسوطين ولا سايبين حد حواليهم يبقى مبسوط. تلاقي الجو رايق والناس بتضحك ومبسوطة، وفجأة يدخل هو أو هي بكلمة ولا بتصرف صغير يبوظ كل حاجة، بيقتل الضحك ويزرع الكآبة في الجو. مش شرط يكون بيعمل كده بقصد، بس هي كده طبيعة عنده. بيحب يعكر صفو الجو كده والسلام اللي موجود في المكان. المشكلة إن النوع ده ممكن يكون قريب منك، يعني ممكن يكون أخ، أخت، زميل الشغل، جار. واللي يعقد الموضوع أكتر إنك أوقات بتحس إنك مجبر تتعامل معاه، أو إنك لازم تتحمل تقلباته، أو حتى تحاول تحل مشاكله اللي هو أساسا مخترعها. بس خليني أقول لك الحقيقة، أنت مش مسؤول عن سعادتهم ولا عن مزاجهم ولا عن حالتهم النفسية. أنت مسؤول عن نفسك وعن هدوءك وسلامك النفسي، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. إزاي نعرف الناس دي، وإزاي نعرف نتعامل معاهم من غير ما ننهار، ونعمل حدود تحمي طاقتنا من الاستنزاف. تخيل كده يوم جميل، الشمس طالعة والجو لطيف، وانت رايق على الآخر ومزاجك زي الفل، وفجأة تليفونك يرن. تفتح تلاقي هو. من أول كلمة كده تحس إن الدنيا غيمت وفي غيوم سودا غطت الدنيا كلها. مفيش حاجة عجباه، بيشتكي من كل حاجة، من الجو والشغل والناس ومن حياته، وبيشتكي من نفسه حتى. والمصيبة إنه مش بس بيشتكي لنفسه خلاص، لأ، ده عايزك تشاركه الشكوى. يعني لو ما اشتكتش معاه يبقى أنت مش فاهم الدنيا ولا أنت عايشها. الناس دي ممكن يكونوا فعلا عندهم معاناة داخلية أو مشاكل نفسية، أو نقص بيحاولوا يملوه إنهم يسحبوا طاقة اللي حواليهم. وفي ناس منهم خلاص اتعودوا يعيشوا في الجو النكد ده وخلاص، ده بقى المود الطبيعي بتاعهم. المشكلة بقى إن التعامل معاهم مرهق، لأنك بتحاول تفهم حد شايف الدنيا بمنظور مختلف خالص عنك. فالسؤال هنا، هنعمل إيه ونحمي نفسنا إزاي؟ نتصرف إزاي من غير ما نخسرهم أو نخسر نفسنا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في باقي الحلقة. خليك معانا. في كل شلة وفي كل شغلانة وفي كل عيلة، دايما في الشخص اللي أول ما يدخل كأنك فتحت باب طاقة سلبية ببلاش ومن غير مناسبة. مش لازم يكون زعلان من حاجة معينة، بس هو زعلان وخلاص. لو الدنيا ماشية حلوة يقولك اللي بيحصل ده مش طبيعي، أكيد في حاجة غلط. ولو حصلت مشكلة يقولك بكل ثقة، مش أنا قلت لك. الناس دي عندها قدرة عجيبة على تحويل أي لحظة إيجابية لمشهد درامي. لو فرحت بحاجة يقولك أكيد في حد ساعدك، أو ده حظ ومش هتتكرر تاني. لو اشتريت حاجة جديدة تلاقيه يقولك مش هتعيش معاك كتير. هو مش بيشوف غير السواد، كأن حياته فيلم حزين وهو البطل اللي يعاني. المشكلة مش بس في نكده، المشكلة إنه بيجرك معاه. وجودك حواليه بيخليك تحس إنك محتاج تبرر فرحتك، كأن السعادة جريمة. تخيل مثلا قاعد مع أصحابك، الجو ضحك وهزار وفرفشة، وفجأة كده حد منهم يقولك الحياة كلها كآبة، كل يوم بنصحى على مصيبة جديدة. فجأة الضحك بيختفي والجو يتقلب، وكأن الكلام ده كله مسح الحماس. النوع ده مش بس بيحاول يقترح حلول، هو بس شاطر في نشر الإحباط. في شخصية مثلا نقدر نسميها مدام نكد، الست اللي دايما عندها تعليق سلبي على كل حاجة. لو لبست حاجة جديدة تقولك مش لايقة عليك خالص. لو عملتي أكلة حلوة تقولك شكلها مش مريحني وطعمها أكيد مش حلو. هي مش بتشوف جمال، هي بس بتشوف العيوب، وده بيخلي الناس تبعد عنها، لأن أي كلام معاها بيتحول لكآبة حتى لو مفيش سبب. المشكلة هي مش بتعمل كده بدافع الكره، هي متعودة تعيش كده، شايفة إن الحياة كلها مشاكل ولازم الكل يعاني زيها.
في الشغل مثلا تلاقي الأستاذ رقيب اللي بيراقب كل حركة، لو حد خد بريك مثلا يصوره ويبعت للمدير، ولو في علاوة يقول لك يا ريتني ما اتكلمت، كده كده هنندم. هو مش بس بيهون الفرح، ده بيكبر أي حاجة صغيرة كأنها كارثة. بيحب يشوف الكل متضايق عشان يحس إن هو مش لوحده. بتعيش حواليه وأنت دايما على أعصابك، مش عشان أنت بتغلط، لأ، عشان هو مستني أي فرصة يفسر كلامك أو تصرفاتك بأسوأ نية ممكنة. هو مش بيأذيك عشان بيكرهك، لأ، هو بس مش عارف يعيش من غير زعل. في أوقات كتير ممكن تحس إن أنت المشكلة، أنت اللي حساس زيادة عن اللزوم، أو إنك أنت اللي مش عارف تتعامل مع الناس زي ما المفروض تتعامل معاهم. بس الحقيقة لأ، أنت طبيعي، وطبيعي جدا كمان. اللي مش طبيعي هو الشخص اللي حواليك اللي دايما بيعرف إزاي يعكر الصفا من غير ما يقول كلمة جارحة مباشرة. مش قصده يأذيك شخصيا، بس هو كده، دي طريقته في الحياة. متعود يعيش وسط التوتر وحتى لو الجو هادي بيخلق مشكلة من لا شيء. وده اللي بيخلي التعامل معاه مرهق جدا، لأنك بتتعامل مع شخص مش منطقي، شايف الدنيا كلها بمنظور سوداوي. تخيل معايا مثلا كده قاعد في اجتماع في الشغل، والتيم بتاعك كله متحمس لفكرة جديدة والجو إيجابي، وفجأة واحد يفتح بقه ويقول يا جماعة الفكرة دي فاشلة، جربناها قبل كده وما نفعتش. في اللحظة الحماس كله بيطير، الجو بيتقلب وكل الناس بتبص لبعض. النوعية دي أو الشخص ده مش بيقترح حلول، هو بس شايف المشاكل، ما بيشوفش النور، بيشوف الضلمة بس. ده بيخليك تحس إنك محتاج تدافع عن أي لحظة فرح أو نجاح وكأنك ارتكبت ذنب. في الشغل مثلا أكيد قابلت شخصية زي الأستاذ رقيب اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي بيراقب كل شخصية وكل نفس وكل تفصيلة. حد خد بريك 5 دقايق يروح يصوره ويبعت للمدير، جت علاوة أو جت زيادة يقول لك يا ريتني ما فتحت بقي، كفاية المرتب القديم. لو واحد عطس يقول لك شكلنا هنقفل الشركة دي قريب. هو بيهون أي فرحة وبيضخم أي غلط، عايز الكل يبقى زيه، متضايق ومش مبسوط وكأن المعاناة بالنسبة له حق مقدس لازم يوزعها على الكل. تلاقيه واقف يراقبك يستني أي كلمة أو أي حركة عشان يمسكها عليك. وده بيخلي أي بيئة حواليه متوترة، الناس مش عارفة تشتغل براحتها ولا حتى عارفة تسترخي. الناس دي مش بتستنى المشاكل، لأ، دي بتخترعها. وده أخطر من الشخص اللي فعلا عنده مشاكل. أستاذ رقيب ده مش في الشغل بس، ممكن تلاقيه في النادي، في العيلة، في أي مكان. هو دايما عايز يكون محور كل حاجة، حتى لو عن طريق النكت. بيستمد راحته من تعب اللي حواليه، بيحس إنه مش لوحده لما يلاقي الكل بيشتكي زيه. هو مش بيعمل كده عشان يضرك على فكرة، هو بس مش عارف يعيش غير كده، شايف الدنيا كلها معاناة ولازم الكل يشارك فيها. عم فهيم. عم فهيم ده جارنا من أيام الزمن الجميل، راجل طيب، بس للأسف شايل هم الدنيا وهمك وهم الشارع وهم أي حد معدي جنبه حتى لو ما يعرفوش. كل ما يشوفك لازم يسألك سؤال كده يخبطك، يقول لك مالك، شغلك مهموم، مع إنك راجع من حفل عيد ميلاد مثلا ووشك منور من التورتة اللي أنت واكلها. مرة شافني راجع متأخر كده قال لي سترك يا رب، شكلك كنت في مصيبة. قلت له ده أنا كنت في السينما عادي يا عم فهيم. قال لي بتضحك على نفسك. قلت له وأنت بتعيط عليها يعني؟ عم فهيم بيحب الحياة تكون تقيلة، لو ملقاش هم بيخترعه. هو مش شرير ولا بيكرهك، بس هو شايف إن الحياة دي أصلها معاناة، لازم الكل يشارك فيها، وإنك تكون مبسوط يبقى في حاجة غلط. شخصيته دايما محصورة بين دور الضحية أو دور الحكيم اللي فاهم كل حاجة، أو دور مبشر الكآبة في الحتة. تخيل كده تقابله في الشارع وأول ما يشوفك يقولك يا ابني مالك، شكلك مرهق ومهموم، هي الدنيا قلبت عليك، كل يوم مصيبة صح؟ من غير ما تحس تلاقي نفسك بتفكر هو أنا عندي فعلا مشاكل. هو ما بيقولش حاجة غلط، بس بيقولها بطريقة تخليك تغرق في السواد. عم فهيم ما عندوش حلول، بس عنده مخزون لا ينتهي من التشاؤم. المشكلة إنه مش موجود في الشارع بس، ده ممكن يكون حد قريب منك من أصحابك أو زمايلك. هو دايما عايز يكون محور الحديث حتى لو عن طريق النكت الجماعي، عايز الناس كلها تشتكي،
عشان يحس إنه مش لوحده. الإيجابية بالنسبة له حاجة غريبة جدا، مش بيطمن غير في جو مليان هم وغيوم. عشان تتعامل معاه تلاقي نفسك بتحاول تقنعه بالعافية إن الدنيا لسه فيها خير، بس هو لا لا، هو مصمم إن أنت غلطان وإن الضلمة أصدق من النور. خليني أقول لك كده شوية أنواع من الناس، ولو تعرف حد منهم قول أيوة أنا أعرف ده. أول واحد عندنا هو المحلل النفسي اللي محدش عزمه. ده واحد دايما بيسمع لك بس عشان يحكم عليك، مش بيسمع عشان يساعدك، بس هو بيدور على أي نقطة ضعف عندك أو يثبت لك إن أنت غلطان. بيحلل كل كلمة بتقولها ويطلع باستنتاجات غريبة كأنه خبير نفساني مثلا، وفي الآخر بيوصل لنتيجة إن المشكلة فيك أنت وإن أنت محتاج تتغير. لما تكلمه بتحس إن أنت مش مرتاح ولازم تاخد بالك من كلامك عشان ما تديلوش فرصة يشك فيك. المحلل النفسي ده ممكن تلاقيه في كل حتة، ممكن في شغلك، في عيلتك، مع أصحابك. بيحب يبقى هو اللي فاهم كل حاجة، مش بيقدم نصيحة، هو بيحكم بس. ومش بيعمل كده برضه عشان يأذيك، بس هو مش عارف يعيش بطريقة تانية، هو شايف الدنيا كلها مشاكل والناس كلها بتعاني وبيحب يبقى جزء من المعاناة دي. النوع التاني هو المنافس الصامت، حاسب لك كل نجاح حتى لو شوية لايكات على الفيسبوك. مش بيحب يشوفك أحسن منه، ولو نجحت في شغلك بيقلل من نجاحك، ولو اشتريت حاجة جديدة يقولك إن هي مش حلوة. عايش الحياة كلها منافسة ولازم يكون هو اللي بيفوز، وده بيخليك تحس إن أنت لازم تحذر من كل حاجة بتعملها عشان ما تدلوش فرصة يقلل منك أو ينافسك. وهو دايما عايز يكون الأفضل، ونجاحك بيقلل من قيمته. النوع التالت هو الضحية الدايمة. أي حاجة تحصل هي دايما المظلومة، حتى لو هي اللي بدأت المشكلة. بتحب تلعب دور الضحية وتخلي الناس تتعاطف معاها، ولو حصلت مشكلة هي اللي بتعاني ولازم الناس تقف جنبها حتى لو كانت هي السبب. تعرف تقلب الأمور لصالحها، والتعامل معاها صعب. لازم تاخد حذرك في الكلام عشان ما تبقاش انت الظالم في قصة أحدهم. الضحية دي دايما شايفة نفسها مظلومة وما بتعترفش أبدا بغلطها. رابع نوع هو العالم بكل شيء. لو قلت له إن أنت اتأذيت يرد عليك ويقول لك عادي، أنا نص جسمي ده كله اتقطع زمان. دايما عايز يثبت لك إنه مر بتجارب أصعب وفهم الحياة أكتر منك. لو حكيت له مشكلة يحكي لك عن مشكلة أكبر منها. هو مش بيسمع لك عشان يساعد، هو بيسمع لك عشان يثبت لك إنه أفضل وأقوى. وجوده بيخليك تحس إنك مش قادر تتكلم أصلا، هو مش عارف تتكلم بحرية، ولازم تاخد بالك من الكلام. بيحب يبقى هو اللي فاهم في كل حاجة، وبيحبش يشوف حد أفضل منه أو اللي فاهم أكتر منه. النوع الأخير معانا صاحب مقولة مش قلتلك. هو مش بيتعلم من غلطه، هو دايما بيعايرك بغلطك. لو غلطت مرة يقولك مش أنا قلتلك. بيحب يشوفك بتعاني من غلطك مش بتتحسن، وده التعامل معاه مرهق جدا، عشان انت لازم تاخد بالك من كل خطوة بتاخدها عشان ما تدهوش فرصة ان هو يعايرك. ومش بيحب يشوف حد بيتعلم من غلطه. طيب نتصرف مع الناس ازاي؟ نتجنبهم ولا نواجههم ولا نتجاهلهم؟ بص يا صاحبي، في 3 حاجات لازم تفتكرها. أول حاجة، حدودك النفسية مقدسة. لو حد بيستنزفك ابعد عنه حتى لو كان أخوك، ودي أهم حاجة. سلامتك النفسية أهم من أي علاقة. ولو في حد في حياتك بيشيل طاقتك وبيخليك تعبان أو مش مرتاح لازم تحط حدود. الحدود دي ممكن تكون بتقليل التعامل معاه، أو ما تتكلمش معاه في مواضيع معينة، أو ما تسمعش الكلام السلبي. المهم تحمي نفسك من تأثيره السلبي عليك. الموضوع ده مش سهل، وخصوصا لو كان الشخص ده قريب منك، بس لازم دايما تفتكر إن صحتك النفسية أهم. تخيل معايا كده إن عندك كوباية مية، كوباية المية دي طاقتك. لو في حد دايما بيشرب منها هتلاقي الكوباية دي في الآخر بتفضى. وده اللي بيحصل لما نتعامل مع ناس بتستهلك طاقتك، بيشربوا من كوباية طاقتك وبيخلوك تعبان. الحل إنك تحط حدود وتمنعهم يشربوا من كوبايتك. ممكن تقول لأ، أو تبعد عنهم، أو تقلل التعامل معهم. المهم تحمي طاقتك.
الحاجة التانية إن أنت مش لازم دايما ترد، مش لازم دايما تشرح وجهة نظرك لحد مش ناوي يسمعها أصلا. في ناس مهما حاولت تقنعهم مش هيقتنعوا، هم عايشين في العالم بتاعهم ومش عايزين يطلعوا منه. فبدل ما تضيع وقتك في محاولات فاضية إن أنت تحاول تقنعهم أو تتكلم معاهم، الأفضل تبعد عن المواضيع اللي بتزعلك معاهم. ممكن تكتفي بابتسامة أو ترد بإيماءة كده بدماغك، أو تغير الموضوع أصلا. المهم ما تدخلش في جدال هيفقدك طاقتك ومش هيفيدك. يعني تخيل إنك بتحاول تقنع الحيطان إنها تمشي، يعني مهما حاولت الحيطان مش هتمشي. الناس دي زي الحيطان مش هيتغيروا مهما حاولت. الحل إنك ما تضيعش طاقتك معاهم وتركز على الناس اللي فعلا مستعدين يسمعوا ويتغيروا، اللي بيقدروا كلامك ويحترموا رأيك. تالت حاجة، افصل عشان توصل. خد وقت راحة من الناس دي، زي ما بتاخد راحة من السوشيال ميديا ممكن ترجع لهم بعد كده لو حبيت، بس ببطء. زي ما بنحتاج نبعد عن الشغل أو السوشيال ميديا، كمان محتاجين نبعد عن الناس اللي تستهلك طاقتنا. ممكن تقضي وقت لوحدك أو مع ناس إيجابية أو تمارس حاجة بتحبها. المهم تدي لنفسك فرصة تعيد شحن طاقتك وتبعد عن الطاقة السلبية، وبعد فترة ترجع تتعامل معاهم وانت أقوى وقادر إن انت تحمي نفسك. الموضوع عامل كده زي إن انت بتشحن موبايلك، لو استخدمته وانت بتشحنه هيشحن ببطء. نفس الكلام مع الناس اللي بيستنزفوك وانت تعبان. محتاج تفصل عشان تشحن طاقتك، تاخد راحة وترجع أقوى، وتركز على نفسك وسلامتك النفسية قبل ما تفكر في أي حد تاني. عايز أقولك إن الناس مش دايما طيبين، وفي ناس بتخلي فعلا الحياة أصعب من غير أي سبب واضح. بس ده مش ذنبك، ومش واجب عليك إن أنت تتحمل مشاكلهم. وافتكر دايما إن مش كل الناس عندها مشكلة، في ناس هي المشكلة نفسها. أنت مش مطالب تحل المشكلة دي، وكل اللي عليك إنك تعيش وتحافظ على طاقتك وتكمل طريقك. الحياة قصيرة يا صاحبي، وأغلى حاجة معانا هي طاقتنا ووقتنا. ما تخليش حد يستنزف طاقتك من غير سبب، وما تخليش حد يخليك تحس إن أنت أقل أو غلطان أو إن أنت مش كفاية. أنت تستاهل تعيش حياة سعيدة، حياة مليانة إيجابية وبعيدة عن أي طاقة سلبية. ولو في ناس في حياتك بتمنعك من ده، لازم تعيد حساباتك مرة تانية وتعرف تحمي نفسك منهم. في النهاية شكرا إنك سمعتني لحد هنا، ولو حسيت إن الحلقة دي وصلت لك شاركها مع حد تعبان من الناس اللي حواليه. وافتكر دايما لما تكون مرتاح تقدر تدي، ولما تكون مستنزف هتقدر تشيل نفسك بس. استنوني في الحلقة الجاية وخدوا بالكم من قلوبكم. سلام.